في مباراة المغرب مع الفريق الكرواتي تبينت أشياء زادت من غرابة المباراة التي كانت أمام الناخب الفرنسي. وقام لاعب المنتخب المغربي بأشياء لو فعلوها يوم المباراة مع الناخب الفرنسي كان سيتأهل للنهائي. كما شاهدتم في مباراة كرواتيا مع المنتخب المغربي، كانت الاحتجاجات قوية على الحكم القطري الذي أدار المباراة، وهو حكم عربي رغم حبه للمغاربة، وذلك يظهر في تعامله مع الاحتجاجات في البداية. حاول إظهار الحياد، وظهر عليه الارتباك بسبب حبه للمنتخب المغربي واحترازه عن إشهار البطاقات الصفراء ضد أي لاعب يقلل احترامها. لكن لاعبو المنتخب المغربي لم يكن له الاحترام اللازم، ورغم ذلك لم يشهر بطاقة إلا ضد اللاعب أملاح. وبعد المباراة تعرض الحكم القطري لعدة مضايقات من قبل اللاعبين المغاربة، وقد لا نلومهم على الاحتجاجات ضد الحكم القطري العربي، ولكن نلومهم وبشدة على عدم احتجاجهم ضد الحكم المكسيكي الذي لم يحتسب ضربتي جزاء كانت ستمنح المنتخب المغربي التأهل إلى النهائي. فلو كانت الاحتجاجات في مباراة فرنسا بهذا الشكل، كان سيلعب المنتخب المغربي نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين. لكن الأمر فيه إن أمر آخر كان السبب إلى حد ما في خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا، ويتعلق الأمر بمخالفة التكتيك المعتاد. فلو لعب الركراكي بنفس الطريقة التي لعب فيها مع إسبانيا والبرتغال، لكانت المباراة جيدة بالنسبة للمنتخب المغربي، فهذا خطأ يحتسب. فاستقبال الهدف في البداية كان يحتم أن يحاول لاعبو المنتخب المغربي أن يهاجموا بدل أن يدافعوا، وهم يحاولون التعديل، نسوا الجدار الدفاعي، فحسم المنتخب الفرنسي المباراة بالهدف الثاني. لكن على الرغم من ذلك، المغرب كتب التاريخ.